السلام عليكم. لو عايزة تربي قط أو كلب يبقى الفيديو ده ليكي، لازم تعرفي المعلومات دي. أول حاجة احنا بنبدأ نفطم القطط والكلاب عند عمر 3 ل4 أسابيع، ده العمر اللي بيبدأوا يسننوا فيه الأسنان اللبنية زي البني آدمين، عندهم أسنان لبنية وأسنان دائمة. ففي العمر ده ببتدي أدخل مع لبن الأم لبن سوري دراي فود أو أكل تاني، من أكل البيت أو الأنواع اللي احنا هنقولها المتاحة الأكل للكلاب أو القطط. الفطام التام بيبقى عند عمر شهرين. طيب في حالة ان مفيش او الام تعبانة ومش هتقدر ترضع البابي الصغير او القط، فقدامي حلين. اما انا بروح اشتري من محل مستلزمات طبية بيطرية، بشتري لبن خاص للقطط والكلاب، او اني بجيب لبن ماعز معرفش هنجيبه منين، ونخففه نسبة 3 ل1، يعني 3 مية 1 لبن ماعز. ما ينفعش، ممنوع استخدم اللبن بتاع الهيومن بيبي اللي هو اللبن المعلب بتاع الرضع البني ادمين، لان الحيوانات القطط والكلاب عندهم حاجة اسمها لاكتوز انتوليرانس، يعني هما جسمهم مش بيقدر يهضم لاكتوز اللبن اللي موجود في لبن البني ادمين او اللبن العادي حتى البقري او الجاموسي. عشان كده لبن الماعز لانه اقل في نسبة اللاكتوز، اقل نوع لبن في نسبة اللاكتوز، فهو الاقرب للبن الام ليهم وبرضه بنخففه. دي اول نقطة. طيب انا دلوقتي فطمت الكلب او القطة، ايه الحلول او المتاح بالنسبة لي عشان ااكله؟ في الدراي فود ده، لو انا قررت ان انا مش هاكله من اكل البيت لان اكل البيت ليه شويه محاذير هقولهم. في الدراي فود او في الديهايدريتد او في الكاند. ايه الفرق بينهم؟ الدراي فود هو الارخص وهو كمان السهل في التخزين وفي التحضير. الموضوع بيعتمد على انت حالتك الماديه ايه، تقدر تصرف كام. الحاجه التانية، انت وقتك ومجهودك تقدر تحضر وقت لمدة طويلة ولا انت عايز حاجة سريعة. كمان الحالة الصحية للكلب او القطة. غالبا بيبقى الدراي فود هو ارخصهم، وطبعا بيبقى فيه شركات كتير السعر بيختلف من شركة لشركة، بس الدراي فود هو بشكل عام ارخصهم. يجي بعده الدهيدريتد اللي هو باختصار كأنك بتشتري مثلا فاكهة مجففة، هي مش بتبقى فاكهة، هي بيبقى لحوم وخضروات بس نازعين منها الرطوبة، بس بيبقى في شكلها الأصلي، يعني انت شايف الفاكهة شايف الخضار وشايف اللحوم. بيتم تحضيرها عن ان نغلي مية وبنحطها على الدهيدريتد اللي هو الأكل المجفف ده، فبيمتص الرطوبة بيرجع يعني يكبر حجمه، وبنقدمه للكلب لما يبرد شوية. اما الدراي فود بيبقى ملامح الاكل اختفت، يعني زي ما يكون اتفرم وبقى زي العلف كده. طيب الكاند اللي هي المعلبات زي التونة والحاجات اللي احنا، بس هي مش تونة، هي حاجات خاصة بالكلاب والقطط، بس انا بشبهها لك زي المعلبات اللي احنا بنشتريها. تفرق ايه؟ الكاند فود بيبقى نسبة الرطوبة فيه عالية، فلو الكلب بيكون عنده ساعات القطط والكلاب بيكون عندها حصوات في الجهاز البولي، فبيبقى ما يناسبهاش الاكل اللي هو اللي ما فيهوش رطوبه ما فيهوش ميه، لازم ياخدوا سوائل كتير. ففي الحاله دي بنوصف لهم الكاند، بيبقى هو انسب خيار. كمان ساعات القطط والكلاب بيبقوا رافضين الدراي والديهايدريتد، طعمه مش بيعجبهم، لكن الكاند لانه بيبقى فيه فليفرز وبيبقى طعمه احلى، غالبا القطط والكلاب مش بيرفضوه. طيب آه الكمية بتكون قد ايه وكم وجبة في اليوم؟ في نظامين. في نظام الفري ان انا بوفر الاكل للكلب ل24 ساعة، وهو ياكل وقت ما يحب. وفي نظام الجدول اللي هو وجبتين لو هو كبير، لو هو صغير لسه بابي صغير، او هي قطة صغيرة فبيبقى 3 وجبات في اليوم. وانا بميل للجدول، هو وجبتين اسهل ومنظم اكتر يعني. طيب احنا دلوقتي هنقدم لهم وجبتين، الكمية قد ايه؟ بنضرب وزن القط او الكلب بتاعي في 2.5%، يعني في 2.5 على 100، يعني هو المفروض ياكل 2.5% من وزنه. فانا هجيب وزن الكلب بتاعي اضربه في 2.5 واقسمه على 100. الكمية اللي هتطلع دي هياكلها خلال اليوم. بقسمهم على عدد الوجبات بقى، يعني وجبتين